السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفيني ومنوروني بوجودكم معانا في القناة، قناة احلى اكلة من مطبخ. يلا بسرعة انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البتنجان المخلل. إيه، تقدري تحتفظي بيه عندك في التلاجة شهر اسبوعين، بس ما يفضلش ان تحتفظي بيه اكتر من كده، لان اللي بيحتفظ بيه اكتر من كده له طريقة تانية غير الطريقة دي. طبعا بقى بيبقى موجود على عربيات الفول بقى، ومع الفطار الصبح كده وتعصري عليه ليمونة وشوية زيت، يا سلام بقى على الجمال وعلى الحلاوة. بننادي على بطيخ مش على بتنجان مخلل. المهم طبعا زي ما انتوا شايفين كده بدأت اشيل القمع بتاع البتنجان اللي فوق ده. ما تقطعيهوش بسكينة، عشان لو اتقطع بسكينة البتنجان من جوه هيشرب مية. لا بصوا بنشيله ازاي كده. نفس الطريقة دي هنكمل كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. اهم حاجة تقشري زي ما بقولك كده. إيه، قشرت كله وبدأت قمت جاية واخدة بقى. إيه، هعمل الدقة بتاعته. حطيت ملح وفلفل وكمون وليمون وفلفل اخضر وفلفل احمر، وضربت كويس جدا في الكبة، وحطيت خل كمان، وهضرب كويس في الخلاط. دي الدقة اللي انا هحشي بيها البتنجان نفسه من جوه. دي الدقة اللي انا هحشي بيها. هقول لكم تاني: فلفل احمر وفلفل اخضر وملح وليمون وكمون وتوم و... وشوية خل. هنا على البوتاجاز بقى معايا قمت جايه حاطه حله فيها ميه بتغلي، وهبدا انزل بالبتنجان زي ما انتوا شايفين كده. بس نبقى نحاول ان احنا نكون بسرعه عشان البتنجان ما يسودش معانا. اهو هنزل بالكميه كلها، انا عامله كميه تكفيني يعني مثلا اسبوعين كده. بصوا البتنجان معايا بقى زي الفل اهو. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي صينيه حطيتها كبست بيها البتنجان لتحت عشان تبقى الميه مغطياه كله، عشان كده البتنجان طالع معايا زي ما انتوا شايفين لونه فاتح كله معايا اهو، مفيش بتنجان غامق. ببدأ بقى اصفيه من الميه. انا اديته يعني 3/4 سوا، ما سويتوش سوا كامل. ببدأ بقى اصفي بالميه كده زي ما انتوا شايفين. يا سلام الفول ده الصبح بقى كده لما نجيب رغيف ونكون جايبين طعمية سخنة كده، ونفتح بتنجانتين ونحطها معاه، ومع شوية مخلل بقى احنا عاملينهم كمان، يا سلام. او بصلاية. بس انا مفيش بصل اخضر في السوق دلوقتي، بس عندنا البصل في البيت اللي هو البصل العادي برضو يبقى طعمه جميل. والله العظيم يعني الفطار البسيط ده حاجات بسيطة كده بس بتبقى طعمة قوي. المهم طبعا هنا خلاص اخدت البتنجان كله حطيته بقى في المصفى دي عشان يتصفى. والميه اللي انا غليتها دي انا مش هرميه، انا هسيبها تبرد وهستعملها هي محلول الملح اللي هحطه للبتنجان. عايزه اقولك برضو ان ممكن تجيبي بنجر وتحطيه في الميه دي، وهيديكي اللون الاحمر بقى بتاع الميه اللي بتبقى موجوده بره عند المحلات. ايه ده؟ يا نهار ابيض، الكاميرا لفت كانت في ايدي شغاله وانا ماشيه وما خدتش بالي. يلا الحمد لله. بصوا بقى، هنا بدأ البتنجان برد معايا اهو بقى، وفتحت بفتحه بصوا بالسكينه شقه صغيره كده، وبقوم جايه فاتحه البتنجان زي ما قلت لكم، واخد بقى بالمعلقه من الدقه اللي انا عاملاها دي. انا مش مكتره الملح قوي، علشان كده انا بملى المعلقه وبحط فيها يعني مطمنه يعني. فتحت بقى شويه حلوين كده جنبي، لان افتح واحده واخد احط دقه وارجع اخد واحده كده، ده بصراحه كان بيأخرني. فلما تفتحي حبة حلوين جنبك كده وتقومي جاية واخدة الدقة وحطاها، ده بيبقى حلو. بس كده، وقمت جاية بقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هعمل بقى كل اللي في الطبق ده، وهرص في العلبة زي ما انتوا شايفين، هرصه فوق بعضه. وهنشوف مع بعض هعمل له محلول الملح بتاعه ازاي. بس لو وصلتي لهنا كده صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكري الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله دائما وابدا. وانزلي كده حطي لي لايك للفيديو، ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه خشي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي اشعار جديد. هخلص بقى ده كله كده باذن الله، وارجع لكم كده ان شاء الله نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. إيه شكل المقطع اتعاد تاني ولا ايه؟ مش عارفه.
المهم عادي يعني المقطع اتعاد ما اتعادش، مش عارفه الفيديو ده ملخبط ليه مع ان انا مصوره الفيديو ده بقالي فتره طويله، وبس انا كنت قاعده بفر في التليفون فلقيته، قلت انا ما نزلتوش، هنزله عشان حبايب قلبي يستفادوا منه. انا صريحه معاكم، مش هقول لكم انا لسه عاملاه ولا حاجه، لا والله هو الفيديو قديم معايا، وقلت انا لسه ما نزلتوش فهنزله برضو يعني لعل وعسى حد يشوفه ويستفاد بيه ويعملوا يعني وجربوا جربوه، والله العظيم طعمه جميل قوي اهو. وحدوا الله كده، لا اله الا الله. اهم حاجه الدقه كده تبقى ناعمه وتبقى مخدومه بقى بالليمون والكمون والثوم والخل. الخل طبعا والملح ماده حافظه فبيحفظ معانا الحاجه دي. تبقى متوضبه كده ومهتميه بيها، وزي ما قلت لكم الميه بتاعه السليق بتاع البتنجان انا ما رميتهاش، انا سبتها تبرد، والبتنجان برضو سبته يبرد، انا ما عملتوش وهو سخن، مع ان في ناس بيقولوا هو سخن لما يتعمل بيشرب من الدقه بتاعته قوي يعني. هنا طبعا خلصت الكميه كلها اهو، باخد من الميه بتاعه البتنجان اللي انا قلت لكم عليها، وبحط بقى في الكبه مكان الدقه اللي انا كنت عاملاها يعني اهو، بحيث ان طبعا مكان الكبه فيها لسه بواقي التوم وبواقي الدقه وكده، فعشان تبقى تدي لون حلو معايا يعني اهو. بصوا اللون ده، لو انتوا عايزينه الاحمر زي ما قلت لكم حطوا بنجر. بقلب بقى كويس كده عشان ادوب الملح اللي فيه. وهاخد كمان معلقتين دقه اهو، وهبدأ انزل بالمحلول ده كله على البتنجان. وعلى فكرة مش هينفع افتح عليه لا بكرة ولا بعده، لازم يقعد على الاقل 3 ايام مقفول عليه اهو يا حبايبي. كده تمام بقى البتنجان معايا بقى في محلول الملح بتاعه، وكده الدنيا زي الفل معايا وتمام. هغطيه بقى بالغطا بتاعه وهسيبه، لازم ما تفتحيش عليه اقل من 3 ايام، واللي انا عملته ده يقعد معاكي شهر في التلاجة، ما ينفعش يتساب بره في الحر اللي احنا فيه ده، يقعد معاكي شهر ويبقى زي الفل معاكي. بس طبعا معلقه نظيفه وانت بتطلعي بيه، ما ينفعش تطلعي بايدك وما ينفعش تطلعي بمعلقه مثلا يعني مش نظيفه، فلازم يكون معلقه نظيفه وتطلعي بيه، تحطي في الطبق، وتطلعي بقى تعصري عليه ليمون وتحطي عليه نقطتين زيت، واحلى شويه بتنجان بقى تاكليه. طبعا انا هغطيه كده بقى وهسيبه وهحطه في التلاجة. بس طبعا انا بعد ما غطيته افتكرت ان انا لازم طبعا نكتم الهواء بعيد عنه، فهجيب كيسه وهغطيه بالكيسه اهو. بصوا اهو، افتكرت ان انا هجيب كيسه وهغطيه عشان خاطر ما يخشلوش هوا او وشه ما يعني اعزكم الله ما يحصلش فيه اي حاجه، وتفضل الحاجه نظيفه وحلوه معايا اهو. هغطي بقى وهسيبه في التلاجة. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك للفيديو وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.